بكم في قناه وصفات شيواتي. نتمنى تكونوا على خير. اليوم غنقدم لكم سلطه ديال الدجاج الحلوين كيف تشوفوا. نبداو على بركه الله. المقادير ديال البسطيله الصغيره ان شاء الله الحلوه بالطبع. عندنا قياس 4 ديال بصلات كبار مشلضين، غادي نديروهم هما الاولى. داكشي هذه المقادير تتبقى كل واحد وعينو ميزانو، وكل واحد وعلى حساب شحال باغي الكميه. الدجاج حتى هو تيبقى حسب الكميه اللي باغيه والطرف اللي كاينين، ماشي مشكل. نديرو التوابل. غادي نضيفو التوابل. عندنا هذه الدامه الصغيره ديال الزعفران الشعره، راه غادي يطلق اللون. عود القرفه، مهم العود القرفه الا حطينا اكثر من عود خصنا نعقلو عليه. الملحه تنديرو حساب ان هذه خصنا تكون حلوه، يعني ما تنديروش ما تكثروش. خاص يكون واحد التوازن ما بين الملح والسكر. نديرو الابزار، انا تنضيف لها في نوبه المعدنوس، هي 2 معالق كبار. هاد البسطيله الصغار تنديروا لهم المقادير في مره. زيت نباتيه تنديروا كميه، حيت خصها بحال الدجاج مقلي مدغمر، خصها يكون الزيت باش تقلى فيه البصله تدغمر. من بعد غادي تخلط المقادير، غادي يذوب لنا حتى الزعفران ويعطينا اللون. كاس كبير د الماء، حيت البصله باش تطلق الماء والدجاج حتى هو تيطلق الماء. حنا تنصوبوها بوقت، يعني نصوبوها بالليل بحيث هي خاصها تقطر مزيان، خاصها تقطر. كيف تشوفوا هذاك الزعفران راه غادي يطلق. دابا غادي نغطيوها ونرجعوا من بعد شويه يكون داك الزعفران طلق باش الدجاج ياخذ لنا اللون. هانتوما كتشوفوا من بعد تشحر، ها هو خدا اللون مزيان، طلق الزعفران. داك الزعفران طلق ديال الزعفران الشعره، هذاك داك الدامه ها هي طلقات اللون مزيان صافي كافيه. طبعا غادي نخليوها طيب على مهل حتى يطيب الدجاج. غادي نقصوا عليها كاع ونخليوها ان شاء الله تطيب، ونرجعوا ان شاء الله من بعد يطيب الدجاج. السلام عليكم، رجعنا لكم بعد يعني قربات الطيب. راه دابا غادي نحلو الطنجره نشوفوا الدجاج اللي طاب، غادي نزولوه باش ما يبقاش حتى يهبط. ها كيف تشوفوا لونها. لا هذا مازال يزولوه اللي طاب. تخليوه يكمل. هذا طاب نزولوه هكا، نبقاو اللي طاب تنزولوه. من بعد غادي نسمسرو داك الدجاج من العظم، نسمسروه ونخليو التغميره حتى تغمر مزيان ما يبقاش فيها الماء، وعاد نضيفو لها البيض ان شاء الله. غادي نضيفو مقياس معلقه صغيره ديال القرفه او قل على حسب الذوق حتى هي. سكر سنيده،
3 من هذا القياس وغادي ندوقو. دابا حنا درناها بالليل على ود باش ندوقو، وخصني تقطر مزيان للصباح ان شاء الله وعاد نطويها. وكل واحد على حسب، المهم خاصها تقطر يعني ساعه ساعتين او ليله. اللي كانت عندنا كميه كبيره خصها ليله ديال البسطيله الكبيره. دابا غادي نحركوها. غادي نضيفو البيض في مره. انا غادي نضيف 5 د البيضات، واللي بغى يضيف كتر على حسب الكميه كيف تشوفوا التغميره. يعني 5 د البيضات راهم كافيين. ولا كانت عندنا بحيث بسطيله كبيره تحتاج البيض بزاف، ولكن هادو هي اللي ميني صغار يعني ما تحتاجوش كميه كبيره. احنا بعد ضفنا 5 د البيضات تنحاولوا ما نحركوهمش دابا حتى تيشد الطياب. داك الصفر د البيض تيشد الطياب شويه وعاد تنحركو التغميره، ومن بعد تنبقاو نحركو مزيان حتى داك الماء اللي في البصله ما تيبقاش، تيرجع هي الزيت. ودابا ما نحركو حتى يشد شويه الصفر، بحيث داك الصفر تيجي الطريفات باينين، تجي حسن ملي بحال اومليط البصله. تنجهدوا دابا العافيه شويه. كيف شتي من بعد حركناها، هاي تنقصوا منها العافيه باش ما تتحرقش. راه شويه تطلق داك الماء، خصنا نضيفو شويه الزيت حيت ما خصهاش تجي، خصها تجي شويه ميدمه. تتنزل واحد الزيت بها تنطوي. ها كيف تشوفوا الماء تيطلق، البيض تيطلق الماء. فاش يبدا يطلق داك الماء تنجهدوا شويه من البوط. رجعنا لكم بعد التغميره طابت مزيان، وتنديروها في الصفايه. ومن الاحسن نبيتوها، انا تنفضل تبات باش تقطر مزيان، ما يبقاش فيها اثر لا ماء لا زيت، باش ما تقطعناش الورقه. وهاد الدجاج من بعد قطعناه، ها كيفاش نقطعوه بهادو بسطيلات صغار، تنقطعوهم هي بهذا الحجم. اما الكبيره تنقطعوهم بالطول. ونكملوا معكم ان شاء الله فاش نجيو نطويوها. السلام عليكم، رجعنا لكم بعد بيتناها تقطر. كيف تشوفوها هي دي من بعد قطرات ناشفه مزيان. غادي نضيفو انا بسطيلات الصغيورين تنخلط كلشي تنعلكم بعضياتهم، تنجمعو تتجي افضل باللوز بكلشي. تنضيفو داك الدجاج من بعد نعركوهم مزيان جوهم. غادي نضيف اللوز ها هو دار الكميه اللي حابه نتين والقدره ديالك. اللوز قليناه نقيناه قليناه وهرمشناه رقيق باش ما يجيش، باش ما يقطعناش الورقه. وهذه انا غادي نديرها في هاد لافور. هذه الزيت اللي صفات لنا التغميره، غادي نحاولوا شويه نفزقوا بها قلب شويه
باش ما تجيناش ناشفه قلبها. غادي نطويهم بالورقه ديال الدار البخار. اللوز من بعد انا تنضيف له شويه سنيده، تنضيف له سنيده والقرفه شويه وتنخلطهم معاه. غادي نخلطوها مزيان هكا تتجي اسهل. وهما بسطيلات صغار صعيب دير طبقات. صافي دابا غادي نوجدو الورقه باش نطويهم. انا اللي وجدتها تنطويها ان شاء الله. هي ديك كيف شفتيو الورقه. تنحاولوا ندخلوها بشويه باش ما تقطعش. تناخذوا الحشوه تنضغطوها هذه. ما تنحتاجوش نلصقوها حيت نطيبوها في الفران على الظهر ديالها. ها هي دي. من بعد جبدناهم تنضغطوا عليها شويه بيدينا. نفس العمليه. غير بشويه. اللي شفناها طرطقات لنا من الوجه تنضبلوا لها الورقه. تنضغط عليها غير شويه. هاهما كيف تتشوفوا منظرهم تيجيو زوينين صغيورين ومناسبين لرمضان، او الا كانت شي عراضات هكاك عشيات. يعني عادي يبقى هكا حتى نكمل ان شاء الله ونرجعوا من بعد نكملوا ان شاء الله. كيف لاحظتوا هذه طرطقات لي شقات، غادي نديرها هكا تنحطها، نحط
الظهر ديالها منو الورقه هو اللي يجي الوجه باش ما يجيوش غلاط. السلام عليكم، رجعنا من بعد كملتهم كيف تتشوفوا هما دون بعد كملوا كيف تيجي. دوبلت لهم الورقه باش بحيث جات الورقه رهيفه غادي يتحرق لنا الوجه ديالهم. هما تناخذوا اللي عطالين عليه وتنخبعوا الباقي هكا تيجيو اقتصاديين وزوينين، والانسان مصوبهم في الدار عارف شنو داير فيهم. تنخبعوهم تندخلهم انا في بلاطو هذا تنجمدهم، ومن بعد تيجمدوا تنخبعهم في بلاستيكه او في بواطه مفروزين وحده بوحده باش ما تيلصقوناش. فوق ما حبيناهم تندخلوهم للفران يطيبوا مباشره للفران، ما تندوبوهمش بحيث باش ما تعجناش الورقه. تنثقبوهم بلي كوردون وتندخلوهم يطيبوا ان شاء الله. غادي نوريكم بعد يطيبوا ان شاء الله.